السلام عليكم. بصراحة احنا عايشين في احلى اوقات حياتنا، بأمانة يعني. حروب وحدود مولعة في كل ناحية، وتهديدات ومؤامرات علينا. يعني لحد امتى؟ والمشكلة ان ما بيزهقوش. يعني هما ما بيزهقوش في اسمه ايه ده، تنظيم الخرفان الدولي ده، وراه حوالي 5 6 دول كده. احنا عارفينهم وحافظينهم، وبيلعبونا بقالهم دلوقتي حوالي 15 سنة تقريبا. ده غير طبعا في التسعينات وقبل كده، ولكن انا بتكلم على بقى الفترة اللي احنا فيها دي حوالي 15 سنة. ما بيزهقوش وهم خرفان. واحنا عارفين ان هم خرفان، واللي بيمولوهم وبيدوهم البرسيم والعلف اللي بياكلوه وبيقبضوهم احنا عارفينهم، وبرضه ما بيزهقوش. عمالين يمقمقوا. يا حبيبي انا عارف انك خروف، وعارف ان اللي حواليك كلهم خرفان، وعارف ان انتوا بتقبضوا، وعارف ان انتوا خونة وعملاء، وبرضه ما بيزهقوش. واللي وراهم ما بيزهقوش. وكل ما مصر يبقى فيها انجاز او مشروع او حاجة بتتعمل او بنطلع لقدام، بيزيد غلهم وحقدهم ونارهم، وعايزين يدمروا او يخربوا مصر وشعبها بأي شكل. حروب، مؤامرات، حدود مشتعلة، ناخد نفسنا. يعني احنا كشعب مصر، قيادة وشعبا وجيشا وحكومة، احنا عايزين ناخد ارحمونا شوية يعني، والله العظيم خلاص حافظينكم. وما تحاولوش، يعني انتوا بتحاولوا تعملوا فتنة مش عارفين. فتنة ما بين مسلمين ومسيحيين مش عارفين بقالكم سنين. طب فتنة ما بين اهلي وزمالك واسماعيلي ومصري مش عارفين. طيب فتنة ما بيننا وما بين دول عربية اخواتنا جنبينا، بتحاولوا عاملين المستحيل برضو مش عارفين. بتحاولوا تعملوا فتنة، بتحاولوا تعملوا مؤامرات. طول ما انتوا قاعدين عمالين تقبضوا وتضخوا سوشيال ميديا ومؤامرات شائعات وعملاء وخونة، وتجندوا إعلاميين وتجندوا مواقع إخبارية عالمية ومحلية وعربية وتعمل ومفيش فايدة. والله ما تقدروا. الواحد فيه 5000 حاجة عايز يتكلم فيها، بس ده احنا عايزين سنة عشان نقعد نتكلم على البلاوي اللي بتحصل كل يوم. بلاوي كل يوم، إشاعات كل يوم، قرف وحروب شغالة ومفيش فايدة. امبارح منزل بوست قلت يا جماعة طيب يعني الجماعة بتوع قافلة الصمود اللي هي مرمية دلوقتي في قلب ليبيا، قاعدين بيدوروا على دواء وأكل وشرب وبتاع. انتوا كنتوا رايحين تعملوا ايه يعني؟ ما انتوا دلوقتي بتدوروا على أكل وشرب ودواء. ما انتوا معكوش أكل وشرب ودواء، معكوش فلوس. كنتوا رايحين تعملوا ايه؟ لغزة تكسروا الحصار ازاي وانتوا معكوش حد؟ يا راجل ده انت ما فيش حد فيكم معاه يعني 100 جنيه في جيبه. مم. وقافلة تانية عايزة تطلع من لبنان وتخش برضو من حدود مصر من لبنان. طب ما تروح يا عم تدخلها من مزارع شبعة يا عم. ده انت ارضك محتلة اصلا، عايز تطلع قافلة من لبنان تيجي برضو على مصر وتخش غزة. طب ما تخش من لبنان على اسرائيل. ده انتوا يا جماعة بجحة بطريقة غريبة الشكل. وبرضو تركيا قافلة اسمها البنيان المرصوص عايزة تطلع، بس دي بقى مش هتخش على مصر الحمد لله. هي عايزين يخشوا اسرائيل من الاردن. من الاردن. انا بامانه مش فاهمكم. والبنيان المرصوص والصمود، يا حبيبي حتى الاسامي اللي بتقولوها اسامي اخوان يعني. انت يا ابني انا حافظك، انا بلعب معاك بقالي سنين، عارفك والله، وعارف اللي وراك. تحب اقول لك الدول اللي بتمولك والدول اللي بتخطط لك والدول اللي بتدي لك والدول اللي بتعمل لك؟
ما هم معروفين. انتوا وبعدين يقولوا لي ايه؟ انا بقول مثلا على تويتر، بقول يا جماعه طيب هو مش بدل القوافل بقى والحاجات دي كلها، ما تستغلوا الدب اللي شغال ما بين الطرفين اللي بيضربوا بعض دلوقتي دول، وتحركوا جيوشكم وتروحوا تهجموا من الناحيه التانيه وتستغلوا بقى الفوضى دي. فيطلع منهم ناس يقول لك طب هو الجيش المصري فين؟ ما تطلع الجيش المصري بتاعك، على الاقل احنا بعيد لكن انتوا على الحدود. طب يعني انت بعيد بتطلع قوافل لكن ما تطلعش جيوش؟ بتكافحوا على السوشيال ميديا وورا الكيبورد لكن ما بتطلعش جيش؟ جزائر، مغرب، تونس، ما تطلع جيشك يا ابني، ما تطلع جيشك يا حبيبي، واستغل الوضع اللي الكيان فيه، العدو بتاعنا فيه، وطلع باشا فرقاطاتك ومدمراتك واساطيلك البحريه وطياراتك ودنيا، وخش يهجم من الناحيه التانيه ويبقى الدب من الناحيه دي عليهم على الدب من الناحيه دي عليهم. يلا. احنا انتوا عمالين بتشتموا في الجيش المصري وفي المصريين، بتقولوا المصريين جبنه، الجيش المصري جيش الجمبري وجيش المكرونه. طب يا عم احنا غلابه، مالكش دعوه بينا، مالكش دعوه بينا. يعني انت خلاص انت عمال بتشتم فيا وتقول احنا كذا وانتوا كذا وانتوا كذا وانتوا كذا والجيش بتاعكم ده ملوش ده. طب حلو، بتقول لي دلوقتي فين الجيش المصري دي؟ انا خلاص يا حبيبي، انا كجيش وكدوله، انا خلاص اللي ذاكر ذاكر. انا الحمد لله ذاكرت وامتحنت ونجحت، حررت ارضي الى اخر شبر فيها، وعندي جيش قوي مصنف ال 15 او ال 14 على العالم. انا من ضمن اقوى 20 جيش على مستوى العالم. فانا مش محتاج ان انا احارب لي. انا اصلا الجيش عندي اسمه وزارة الدفاع، وزارة الدفاع مش الهجوم. انا بدافع عن ارضي، عن بلدي، عن ناسي، عن شعبي. اللي هيحاول ان هو يعدي حدودي او ان هو يدوس لي على طرف على بلدي، هسفلته، هسففه التراب. غير كده انا ما احرك جيوشي ليه وانهك نفسي ليه؟ هو انا كل ما حد بقى يضايقني في حاجه ولا يعمل معايا مشكله في حته ومحرك جيشي عشان احاربه؟ زي ما بتقعدوا برضو تزرطوا، إيه ما تروح تحارب اثيوبيا اللي عامله لك مضيق اسمه سد النهضه، ما تروح تحارب اللي مش عارف مين عشان ايه يا حبيبي؟ وانا ده امريكا نفسها يا بابا ما تقدرش تحارب كل الدنيا، ما تقدرش. ما في حلول تانية يا حبيبي، في حلول دبلوماسيه، في سياسيه، في حلول امنيه، في استراتيجيات، في تحالفات، في اتفاقيات. لكن انا كل ما حد يكح او محرك جيشي، انا جيشي، انا بلدي، حدودي معروفه، 1,000,000 كيلو متر مربع معروفين، محدش يقدر يقرب من حدودي، ولا هيقرب بيتفرم. شفتوا 50 60 ألف مقاتل اللي جم في سينا استغلوا الثورة بتاعتنا ودخلوا واستخبوا في الكهوف والأنفاق والجبال والديريبت والمزارع وبتاع، اتنفضوا. اللي كان بيجي من الحدود الغربية اتنفض، كان بيتسوى بالرملة. اللي بيجي لي من الحدود الجنوبية برضو بيتصفى. أنا اللي بيقرب من حدودي أنا بدافع، لكن أنا أروح أهجم على حد ولا أجيب حق حد؟ أنا مالي؟ هو أنت كل شوية تروح تعمل فيها ابو عرام، تاخد على وشك، تعيط، تجي لي تقول لي والنبي خد لي حقي؟ انا مالي؟ انا مالي؟ انا بعمل مساعدات، في حلول سياسيه، بضغط، بستغل تحالفات واتفاقيات دوليه تمام. لكن انا احارب عشانك؟ انا ما بحاربش عشان حد، ما بحاربش عشان حد. واللي قاعدين بيزرطوا ويبعتوا قوافل ومصر فين ومصر محاصره ومصر مش محاصره، يا باشا انا اقول لك اعتبرني محاصر، اعتبرني مشارك. طالما انت حمار وما بتفهمش او بتستهبل عشان انت قابض، فاعمل اللي انت عايزه. كلمة أخيرة: الجيش المصري لمصر ولشعب مصر ولحدود مصر. غير كده الهري بتاع الجيش المصري فين؟ انسوها. السلام عليكم.